السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم وانتم في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكه اللي كتجي رائعه وسهله في التحضير ومقاديرها بسيطه، كتجي في المذاق لذيذه. خليكم تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه غادي نحضروا الكيك. في اناء كنخفقوا اولا كنضيفوا 3 ديال البيضات، قبيصه د الملحه، كأس الا ربع ديال السكر، واحد الساشي د الفاني، وكنخلطوا هاد المكونات مزيان بالخلاط الكهربائي حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض، كيولي عندنا خليط على هاد الشكل هذا. هنا غادي نضيفوا ربع كأس ديال الزيت، كنضيفوه على 2 دفوعات وحنا كنخلطوا. كنضيفوا الكميه المتبقيه من الزيت. هنا غنضيفوا كأس الا ربع ديال الحليب، مع 2 اكياس ديال الكاكاو المر. كنضيف نص معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان وكنخلطو مزيان. كنضيف الكيس الثاني من الكاكاو، كنصفيوه هكا في الصفايه باش اولا كنغربلوه باش حتى الا كانوا عند فيه شي كويرات ما كيبقاوش لينا في الخليط. بالنسبه للدقيق عندي كاس ديال الدقيق عبار بكاس العنبه وجوج اكياس من الخميره الحلوى من وزن 8 غرام. كنخلطوا الخميره مع الدقيق على هذا الشكل هذا، وكنضيفوا الدقيق بالتدريج. ضروري ما نغربلو الدقيق باش هكذا ما كيبقاوش عندنا الكويرات. وكنخلطوا غير بالخلاط اليدوي. كنتحصلوا على خليط اللي كيكون خفيف ما كيكونش ثقيل بزاف. صافي غادي نجيبوا المول اللي غادي نطيبوا فيه الكيكه ديالنا. انا استعملت المول اللي كيتحل من الجنب، كنفرشوا فيه بابي كويسو، وفي الجناب كندهن ليه غير الزبده، كنخوي فيه الخليط ديالي. في هذا الاثناء كنكون سخنت الفران. فاش كندخلوا الكيكه للفران كنديروا لها عافيه مهيله غير من التحت حتى كتنتفخ وكطيب. كنتاكدوا هكذا بشي كيغدو انها طابت. وفي هذا الاثناء كندوزو نوجدوا الكريمه اللي غادي نحتاجو فيها نصف كيس ديال كريم شانتيي. كنديروها في واحد الاناء، كنستعملو غير نصف كيس، وكاس الا ربع ديال الحليب. بالنسبه للحليب عندي هنا بارد، ضروري نستعملو حليب بارد باش هكذا يطلع لينا الشونتيي. وصافي كنطلعوها بالخلاط الكهربائي حتى كتطلع لينا الكريمه. بالنسبه اللي ما عندهاش كريم شونتي بودره تقدر تستعمل كريم شونتي اللي كتكون سائله. كتستعملوا كاس ديال الكريمه. هنا بالنسبه للكيك بعد ما طابت هانتوما كيف كتشوفوا. هنا غادي نسقيوها. الكيكه هنا راه كتكون هشيشه ورطبه، ما حدها سخونه. بعد ما خرجتها من الفران غادي نسقيها بنص كاس ديال الحليب ومعلقه ديال قهوه سريعه الذوبان. هنا الحليب عندي بارد، فإلا كانت الكيكه سخونه سقيوها بحليب بارد، وإلا كانت بردت لكم سخنوا شويه الحليب وخلطوا معاه قهوه سريعه الذوبان وصافي سقيوها. صافي هنا بعد ما كنسقيو الكيك غادي ندوزو نوزعوا عليها الكريمه اللي طلعنا.
بالنسبة للكيكة أنا كانت عندي هنا باقا شوية سخونة، يعني نتوما من الأحسن خليوها حتى كتبرد. أنا هنا كنت شوية زربانة وزربت عليها وعذباتني شوية بالنسبة للكريمة، ما بغاتش تلصق عليها في الأول. نتوما خليوها حتى تبرد عاد طبقوا عليها الكريمة. أنا كنت شوية زربانة عليها زربت عليها صافي. هنا أنا بالنسبة للتزيين غادي ناخد غير هكا لي كوكيز عادي، الكوكيز اللي كيتباع عند البقال، خديت غير ديال درهم وكنقسموها كطريفات وكنزين به الوجه ديال الكيك. وهنا عندي صوص كراميل. بالنسبه للكراميل انا كنحضرو في المنزل. الا كنتو بغيتو غادي نشارك معكم ان شاء الله في شي فيديو الطريقه ديال التحضير ديالو. الا كنتو بغيتو خليو ليا في لي كومونتير، كنزين هكذا بخطوط ديال الكراميل. وانتم تقدروا تزينوا باش ما بغيتو. دائما كنقول لكم بالنسبه للتزيين اختياري، انا زينت هكذا بطريقه عشوائيه وعاديه صافي. وكناخذوا هكا واحد الكيغدون وكنزينوا به على داك الشكل اللي شفتوا معايا صافي. هنا كندخلوا الكيك ديالنا الثلاجه، كنخليوها حتى كتبرد وعاد كنزولوا ليها داك المول وكنقدموها على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. انا كنقطع معكم باش تشوفوا كيف جات. صراحه جات زوينه وجات لذيذه هاد الكيكه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها تفرحوا بها العائله وتحطوها لوليداتكم، اكيد غادي تعجبهم. خليوها في الثلاجه تبرد مزيان عاد قدموها. ها انتم كيف كتشوفوا معايا كتجي طبقه الكيك هشيشه ورطبه، وداك الكراميل وكذلك داك الكوكيز كيعطيها واحد المذاق زوين زوين بزاف. ها انتم كتشوفوا معايا. فكنتمنى ان شاء الله الكيكه ديال اليوم تكون عجباتكم ويكون عجبكم الفيديو باكمله. فما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير كالعاده، وما تنساوش كذلك تخليوا لي لايك للفيديو فضلا وليس امرا. وهنا اخواتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد الى بقى العمر. شكرا على حسن المتابعه وفي امان الله.